السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. معكم أميرة الجزائريه. اليوم جبت لكم وصفه جديده، وصفه مشوشه ولا اروع. تجي خفيفه مهويه قطنيه، تقولي عليها جنواز، والبنه ما نحكي لكمش يا البنات. اذا شفتوا الفيديو يستاهل يا البنات، ما تنساوش تحطونا هذاك الجيم للفيديو وكومونتير شباب كيما نتوما، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. مشوشه ولا اروع، تنتكل وحدها، تنسرط وحدها، بزاف بنينه، خفيفه خفيفه هي البنات، ريشه بمقادير جد بسيطه. ديريها في 5 دقائق، القهوه الصباح ولا القهوه العصر. وبكري زمان كانوا يوجدوها للنافسه، مغذيه بزاف، حلوه، لا نسميها حلوه بزاف، هايله، عندها بزاف طرق التحضير تاعها. انا اليوم جبت لكم الطريقه التقليديه ديال المشوشه، مشوشه زمان، مشوشه امهاتنا وديما الزمان نحبوه وما نفرطوش فيه ابدا. نروح نجربوا الوصفه مع بعض يا البنات، وما تنساوش الجام يا البنات، حطوه دوكا باش ما تنساوش. نروحوا مباشره للوصفه. في الوصفه هذه واش راح نحتاجوا؟ راح نحتاجوا يا البنات 3 ولاد الدجاج او 3 حبات بيض، يكونون بدرجه حراره الكوزينه، مع ريسيبيون يكون ناشف يا البنات ويكون نظيف. المهم راح نحطوا هذوك الحبات نتاع البيض كما قلت لكم، يكونوا بدرجه حراره الكوزينه، ومع فصل بدا الحليب يبرد. اذا كانت في الثلاجه نحيه يا البنات من الثلاجه وديروه في شويه ما دافي، غير ياخذ درجه حراره تاع الماء، استعملوه. المهم هذوك ولاد الدجاج كنت شللتهم وحطيتهم في الريسيبيون. واش راح نحطوا؟ راح نحط هنايا قرصه نتاع الملح، ضروريه جدا نحطوها هي الاولى. وراح نحط نصف ملعقه نتاع لافاني. بكري زمان ما كانوش يحطوا فيها لافاني، كانوا يديروها غير هكاك، بدون لافاني، كانوا يديروها هكذاك. ومع الدراري تاع دوكا ما يحبوش هذيك الريحه تاع البيض وكل شيء، نديروا هذيك نصف ملعقه نتاع لافاني باش تنسم لنا المشوشه تاعنا وتنحينا هذيك الزفره نتاع البيض. راح نخلطوا هذه كامل، هذه العناصر نخلطوهم مع بعض. هذه الوصفه يا البنات راح نديروها بالمعالق، هكذا المبتدئات واللي دارتها اول مره راح تنجح فيها كما نقول لكم 100%. هنايا بعد ما خلطت العناصر، خلطتهم شويه بالفوي. واش راح ندير يا البنات؟ راح نستعمل ملعقه تاع العشاء هذه الكبيره، راح نحط 3 ملاعق زيت نباتيه. شوفوا يا البنات، هذه الوصفه بالملاعق اكيد اكيد تنجحوا فيها وما تغلطوش فيها، المبتدئات راح ينجحوا فيها من اول مره. راح نحط 3 ملاعق نتاع الزيت النباتيه، وراح نحط معاها يا البنات كذلك 3 ملاعق نتاع السكر. كي درنا 3 ملاعق تاع السكر، الحلاوه جات هي. واللي حبت تنقص الحلاوه تقدر دير ملعقه ونص، اللي حبت تزيد الحلاوه تقدر تروح حتى 4 معالق. المهم الحلاوه نتوما تتحكموا فيها. انا درت هنا غير 3 معالق نتاع السكر، والحلاوه جات هي، مع انه هذه الوصفه ما تنساوش المشوشه نعسلوها تجي معسله. راح نخبطوها مليح حتى داك البيض مع هذاك السكر يذوب لنا مليح ويتخلط مليح مع الزيت. كما راكم تشوفوا خلطوا مليح، حاولوا تخلطوا واحد شويه هكذا، نخلطوها مليح حتى نحسوا بهذاك السكر ذاب معانا تماما. الوصفه هذه من اسهل الوصفات، كانوا يديروها بكري للنافسه. وكاين بزاف طرق ديال تحضير المشوشه، كاين اللي يديروها بالفرينه وحدها، كاين اللي يديروها بالسميد، وكاين اللي يديروها بالسميد والفرينه. هنايا البنات واش راح نضيف 3 معالق كبار هما كذلك نتاع الحليب، اللي يكون بدرجه حراره الكوزينه، ما يكونش من الثلاجه. الوصفه هذه باش تنجح معاكم لازم المقادير يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ما يكونوش من الثلاجه، باش هذوك المواد اللي نديروا فيهم هذو الزوائد ما يتقلصوناش. عندي هنايا كيس خميره حلويات نواره بوزن 10 غرام. عندي هنا فرينه من النوعيه الممتازه، كنت غربلتها يا البنات، صفيتها. واش راح نحط هنايا 4 معالق نتاع الفرينه من النوعيه الممتازه مباشره. 4 معالق قدامكم يا البنات، ماشي بومبي وماشي معمرين بزاف، نورمال عادي. 4 معالق سوا. هنايا يا البنات كما قلت لكم راح نضيف هذاك الكيس نتاع خميره الحلويات، تعطينا التحميره وتعطينا الفوليوم وتعطينا باش تجينا مهويه. راح نفرغ هذاك الكيس ونخلطوا الخليط تاعنا، نخلطوه عادي كما نخلطوا الكيك. شوفوا يا البنات، هذه المشوشه تقولي عليها جينواز، تجي خفيفه خفيفه، تجي بنينه ما تشبعوش منها يا البنات. والله غير درتها من طاروا بها من وهي سخونه. المهم يا البنات راح نخلط مليح هادو المقادير حتى تتجانس معنا. القوام راح يكون خفيف ماشي ثقيل كما شويه كما الكيك، يكون دوك تشوفوا كيفاش يكون الخليط يكون خفيف، لانه درنا غير 4 معالق نتاع الفرينه، هذا واش درنا.
وانتوما عينكم هي ميزانكم. ولا شفتوا الفرينه يعني درتوها، لانه الفرينه انواع راكم تعرفوا يا البنات، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، المهم عينكم هي ميزانكم. هنايا كنت المقله دهنتها بشويه تاع الزيت وشويه تاع مارغرين، حطيتها تسخن، غير سخنت يا البنات، حطيت الخليط كيما راكم تشوفوا، حطيتوه على نار تكون هاديه بزاف، والمقله تكون ثقيله وتكون غامقه باش نتفاهموا، باش ننجح معاكم المشوشه. اذا كانت المقله تاعك خفيفه المشوشه تاعك ما راحش طيب لك مليح، يعني تحمر لك من الفوق ومن التحت وفي الوسط تقعد خضره. راح نغطيها، وهذيك الثقب هذاك راح نغطيه بواحد الكارت او البابي تاع الكوزينه، المهم باش ما يدخلش الهواء، باش طيب معنا المشوشه ما تجيناش خضره، باش تنتفخ معنا تجينا مهويه وتجينا طايبه. كاين بزاف يديروا المشوشه تجيهم خضره باسكو يزيدوا النار، ما يغطوش مليح المقله تاعهم، يعني الهواء يدخل ليها وهذيك الحراره ما تتوزعش كامل في المشوشه وتجيهم يعني خضره. كما قلت لكم هنا درتها حوالي 10 دقائق. طلعوا عليها مره على مره يا البنات، الجوانب تحمروا شويه، الجوانب يا البنات تحمروا شويه، راح نزيد لهم يعني كي شفتهم تحمروا ولكن في الوسط مازال ما طابتليش، راح نعاود نغلق عليها يا البنات يعني حوالي ربع ساعه وهي على نار تكون هاديه بزاف. لما تفتحي عليها تشوفيها لا نشفت لا ما نشفتش، زعزعي المقله تاعك باش تشوفي اذا نشفت، لازم تكون ناشفه من الفوق تماما باش تقلبيها، والنار تكون هاديه بزاف، تكون خفيفه بزاف يا البنات، ولا جهدتي لها النار راح تنحرق لك من التحت وما طيبلكش في الوسط. بعد ما نشفت معنا راني قلبتها، قلبوها بواسطة طبسي يكون كبير، قلبوها وكل دقيقة قلبوها، كل شوية قلبوها باش تحمر معاكم، تاخد تحميرة اللي هي كاين اللي يحبها صفراء كاين اللي يحبها حمراء بزاف كاين اللي يحبها نص نص. انا حبيتها يعني نورمال تكون بين صفراء والحمراء، تكون يعني كما يقولوا محمرة ومجمرة. شوفوا يا البنات كيفاش جات خفيفة، جات خفيفة ريشة، واش نقول لكم خفيفة مهوية ما شاء الله عليها. والبنة ما نحكي لكمش، هنا درت العسل حرة، تقدري ديري شربات تاعها ولا حبيتي، وتقدري ديري العسل حنا بكري زمان كانوا يديروها بالعسل الحره، هي وصفه للنفسات تجي مغذيه وبزاف بنينه. ديريها العسل وهي سخونه وقطعيها وقدميها مع قهوه حليب للعصر ولا للصباح بصحتكم يا البنات، شهيتكم في الجنه. جربوا الوصفه، حطونا تعاليق اسفل الفيديو وجام المحبه وبارطاجيو مع الحباب والاصحاب. وقول لكم الى اللقاء، ترقبوا ام اميره في وصفات قادمه ان شاء الله. كاين فيديوهات هايلين في القناه تفضلوا شوفوهم، وصفات مضمونه واقتصاديه. نقول لكم الى اللقاء، ترقبوا ام اميره في وصفات قادمه ان شاء الله.